السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في موضوع جديد اتطلب مني أتكلم فيه عن المتقطع في الصلاة. مبدئيا أنا مش عالم أو فقيه إن أنا أتكلم في موضوع زي دوت بالكفاءة المطلوبة، لكن أنا عايز أتكلم على مجرد فكرة. هي فكرة علشان اللي بينسى إن في صلاة أو اللي بيخش معايا فرض على فرض يظبط بيها الموضوع ده. بس قبل ما اتكلم في الفكره ديت خلينا نذكر باللي اتقال في فيديو ان الله يهدي من يشاء، ونذكر بان انت لازم يكون عندك الاستعداد الجاد والرغبه ان انت تظبط الموضوع ده. تمام كده؟ عندنا الاستعداد وخدنا الموضوع بجد، نستعين بالله ونتوكل على الله. مبدئيا كده كل واحد فينا لما بيصحى من النوم بيخش يغسل وشه. بدل ما تغسل وشك خليه وضوء. حلو كده؟ اتوضيت، اخرج صلي الصبح وشوف يومك بعد كده بقى وراك فيه ايه. صلينا الصبح نكمل يومنا بقى. طب الظهر لو انا خايف ما اسمعوش هجيب، طبعا كلنا معانا تليفونات والتليفونات فيها منبهات. هات تليفونك واظبط المنبه على وقت الظهر. المنبه رن، سمعت الظهر، هصلي، هقوم اصلي. طب انا ايدي مشغوله، العصر بيدن الساعه كام؟ قبل العصر بحسبة نص ساعه كده اكتر شويه اظبط منبهك. بس خلي بالك، ساعة ما المنبه يرن هتسيب اللي في ايدك وتقوم تصلي. ايا كان انت بتعمل ايه، هتسيب اللي في ايدك وتقوم تصلي ايا كان انت بتعمل ايه. هتقوم تصلي الظهر وترجع تكمل اللي بتعمله. العصر هيدن، اول ما تصلي الظهر شوف العصر الساعه كام، ويا اما تظبط المنبه على ميعاد العصر يا اما تظبط المنبه قبل المغرب برضه بحسبة نص ساعه او ازيد، وهكذا. وكمل الاسلوب ده مع كل الفروض. وطبعا احنا الصبح حليناه من اول الكلام ان انا اول ما بصحى من النوم بخش اغسل وشي. فلما اغسل وشي هتوضى. حلو كده؟ طيب انا قاعد في البيت كده. طب لو انا خارج، لو انت خارج عود نفسك دايما تخرج متوضي، وطول ما انت بره حافظ على وضوءك اطول فتره ممكنه. وقت الصلاه هيجي، هتقدر تصلي صلي، مش تقدر تصلي تشوف الفرض اللي جاي الساعة كام، قبليه بحوالي نص ساعة تظبط منبهك عشان لما المنبه يرن وانت بره تشوف اي مكان تصلي فيه. وعشان كده قلنا ايه؟ حافظ على وضوءك اطول فترة ممكنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فانت هتشوف ساعتها اي مكان تصلي فيه هتقف تصلي وتكمل بقى مشاويرك ودنيتك اللي بره دي. يبقى احنا كده بنحاول بقدر الامكان ان احنا نلاقي طريقه تذكرنا دايما بالصلاه واحنا جوه البيت واحنا بره البيت. الموضوع دوت انا شخصيا انا ماشي بيه وبطبقه مع نفسي، ونسال الله العظيم لنا اجمعين الهدايه، اللهم امين. اتمنى تكون الفكره عجبتكم، وما تنسوش تدوني ارائكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا فولو او سبسكرايب واشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد.